السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات. كنتمنى هذا الفيديو تلقاكم بأحسن الأحوال. اليوم غادي نهضروا على داك الموضوع ديال 14 الفتاة في جامعة كيكو بإقليم بولمان. بزاف ديال الناس كتبوا لي في التعاليق وهضر على هذا الموضوع، علاش ما هضرتيش على هذا الموضوع؟ فكنت كنقول يعني ردا لهاد الناس أو ردا على التعليقات ديال هاد الناس، الموضوع ما عنديش عليه تفاصيل وما يمكنش ندوي فيه، هو مازال قيد التحقيق، خاصة أننا فيه بنات يعني صغارات. فاش كنهضروا على 14 الفتاة راه كنهضروا على 14 أسرة، وكل أسرة فيها على الأقل جوج ديال الناس، يعني راه النفسية ديال 28 واحد زائد 14 هي 32 شخص. إلا بدينا كنروجوا عليه الأكاذيب والمعلومات المغلوطة ولا كلام ماشي هو هذاك، فراه خصنا نحترموا هاد الناس أولا، وكذلك راه كاينة المساءلة القانونية. راه ما يمكنش غير اللي عنده في قناة في اليوتيوب ولا عنده صفحة في الفيسبوك يبدا اي حاجه جاتو يكتبها كوبي كولي، وفي النهايه طلع كذوب ويزلق معاه بزاف ديال الناس ويضرب السمعه ديال بزاف ديال الناس ويخلق الخوف والذعر عند الناس. فنجيكم بعدا منين جات هذا الخبر هذه وكيفاش حتى انتشر. واحد الشاب طالب كيقرا في مدينه فاس كتب في الصفحه الفيسبوكيه ديالو بان واحد 14 فتاه في جامعه كيكو تم التوقيف ديالهم مع مجموعه ديال الجندارم وناس ديال السلطات، ونشر ديك التدوينه والناس بدات كتهزها الصفحات، وكاين حتى مواقع نشرتها سامحهم الله بدون اي تاكد، وكاين قنوات اللي مشاو للعين لما كان كيسولوا. فشفنا بعض المقاطع اللي بداو كيدوروا فيهم عباد الله تيقول لهم نتوما ما عمركم هضرتوا على هذه الجامعه، حتى جيتوا اليوم عاد دويتوا عليها حتى تسمعات الفضيحه وفين خليتونا. المهم شي حاجه اللي خارج الموضوع وخارج السياق. اليوم اللي هو الخميس اللي كنهضروا عليه، الخميس 27 مارس، تقدم واحد الطالب عشريني امام القضاء. علاش تقدم هذا الشاب هذا؟ لانه هو صاحب التدوينه والذي اعترف بانه كذب. هذا الشاب هذا اللي كتب التدوينه هذه اعترف بانه تلقى تسرح، بانه غا كذب، وبان ما عنده حتى شي دليل وما عنده حتى شي معلومه صحيحه بخصوص هذا الموضوع، وانما كتبها من اجل الكذب فقط. علاش وكيفاش، علاش دار هذه البساله هذه ولا علاش دار هذا الحماق هذا، مازال ما قالش، وكنتظروا بطبيعه الحال الجلسات، لان الان هو متابع في حاله اعتقال. تم تاجيل الجلسه الى غايه الاسبوع المقبل، ديك الساعات غادي نعرفوا تفاصيل اخرى. ولكن اللي كاين بطبيعه الحال هي شنو هي الحقيقه ديال هذه القصه، وشنو كاين، واش كاين 14 الفتاه ولا ما كايناش؟ في الحقيقه ما كاين 14، ما كاين 12، ما كاين 10، ما كاين جوج، ما كاين والو. اللي كاين ان واحد الفتاه تبلغ من العمر 16 سنه حاليا، يعني تبلغ من العمر 16 سنه، كانت دارت محاوله ديال انها تصفيها راسها. علاش؟ لانها هي فاش كانت عندها 12 سنه واحد ولد عمها اللي عنده حاليا يعني قريب ل 20 سنه، فاش كانت عندها هي 12 سنه اعتدى عليها، يعني ما بقاتش بنت. فمن ديك الفتره وهذا الشاب هذا كيرجع يعاود يدير لها هذا الشيء هذا. وكاينه واحد السيده التي يعني تتلاقي الرجال مع البنات. اعتذر ان شهر رمضان هذا ما يمكنش نستعمل بعض الالفاظ، فهو كاين واحد المراه تما اللي عرضت على هذه البنت انها تبدا تلاقيها مع الرجال. هادو السيده هذه عرضت على انها بدات تلاقيها مع الرجال، وهذا الشيء باقي قيد التحقيق، يعني ما نقدروش نهضروا على تفاصيل كثيره فيه. ولكن هذه السيده هذه راه الان كذلك قيد الاعتقال. ذكرت اسماء ديال البنات اخريات، يعني تا هما تلميذات، يعني جوج ديال البنات باش نحدد، باش ما نبقاوش دوك الارقام الخياليه اللي كيقولوا عباد الله. ف ذكر جوج ديال البنات، واكدوا هاد البنات بان هاد السيده عرضت عليهم انها تمشي تتلاقى مع الرجال، ولكن هم رفضوا، وجابوا شواهد طبيه تؤكد انهم مازال بنات، يعني ما عمر مارس عليهم شي واحد ولا مارسوا مع شي واحد. اذا الخلاصه ان ما كايناش 14 البنت وما كايناش 12 وما كاين 6 وما كاين جوج. هذه تدوينه كاذبه نشرها طالب لغرض البوز ولا غرض جمع اللايكات ولا العلم لله علاش دارها. هادشي هادي يبينه هو امام القضاء وغادي يكشفوا. اما الروايه الاخرى او الحقيقه هي ان كاينه واحد البنت اللي عندها دابا 16 سنه، كان اعتدى عليها ابن العم ديالها فاش كانت عندها 12 سنه، وهاد البنت بدات كتستغل هاد المراه الوسيطه باش تلاقيها مع الرجال، وما كان ماشي عدد كبير. يعني التحقيقات هذه تبين شحال، لان الان كيف قلنا متابعين 4 اشخاص، فيهم هاد السيده هذه وفيهم 2 اشخاص اخرين وفيهم هذا الطالب هذا. من جهه اخرى كاينه واحد الروايه
تتقال تما بان الام ديال هذه السيده هذه، ديال هذه البنت هذه اللي عندها 16 سنه، منين عرفات بان عندها علاقه مع واحد الدركي شاب عنده 22 سنه، حاولت انها تضغط عليه باش يتزوج بها. دابا هنا منين جات القصه ديال الدركي، بان هذيك الوسيطه لقات هذيك البنت مع شي دركي، والام فسقت الخبار، حاولت انها تضغط على هذاك الدركي باش يتزوج بالبنت. هذا الشيء بطبيعه الحال ما نقدرش نفيه انا ولا ناكدو، لانني قريته في موقع جود. ففي انتظار التحقيقات وانتظار المحاكمه ديال هاد الناس هادو اللي غتبين لنا، لان عندنا جوج ملفات دابا. عندنا السيد اللي نشر التدوينه الكاذبه واللي هو متابع، وعندنا دوك 4 الاشخاص المشتبه فيهم اللي متابعين. اما عدد الضحايا فما هو كيمكن لا 14 ولا 18 ولا جوج ولا، كاينه بنت وحده القصه ديالها قلتها لكم، لا داعي نذكروا التفاصيل احتراما للعائله ديالها واحتراما لها حتى هي، لانها كتبقى بنت صغيره في السن، تم الاستغلال ديالها، وهذا الشيء اللي كاين. فهذه هي القصه الكامله، في انتظار كيف قلنا يدوزوا الجلسات ونعرفوا تفاصيل اخرى، ونهار يولي الحكم ديك الساعات نقدروا نهضروا على المعطيات بتفصيل، لان ديك الساعات القضاء قال الكلمه ديالو، وكيف كتعرفوا الاحكام هي عنوان الحقيقه. فالى هنا الاخوان، استودعكم الله، والله يحفظ بلادنا، والله يحفظكم جميع، والسلام عليكم ورحمه الله.